هنتكلم عن الابنورماليتي بتاعه الصفائح. تمام. بليتلت ابنورماليتي زي ما انت شايف كده، انت عندك الصفائح يا اما قليله يا اما عاليه زي ما اتفقنا. قلنا النورمال بتاعها من 150,000 الى 450,000 في الادلت. متفقين. طبعا السبب المشهور او الابنورماليتي المشهوره ان يكون في ثرومبوسايتوبينيا او ما يسمى بنقص الصفائح الدمويه، وده اللي هنتكلم عليها في التشارت ده. وهقول لك سريعا امتى تزيد الصفائح الدمويه عشان تعمل لنا حاجه اسمها essential thrombocythemia او المالجنانسي اوف بليتلت. خلاص، فاستعن بالله وركز، وان شاء الله الموضوع مش طويل في الصفائح. انا عندي الصفائح هنا قبل ما اقول ان هي قليله، لو لقيتها اقل من 150 لازم اتاكد ان مفيش غلطه مني هي اللي ادت الى نقص الصفائح الدمويه. بمعنى لو عندي السحب حصل فيه مشكله ان انا ربطت التورنيكيه فتره طويله، ده بيعمل تجلطات في الصفائح اللي في العينه، او اني سحبت بسن صغير قوي ده عمل تنشيط لتجلط الصفائح، او اني بعد ما سحبت السرنجه وليكن سحبت السرنجه 5 سم او 10 سم ما فضتش في تيوبه السي بي سي الاول. تمام. لما ما فضيتهاش بسرعه حصل تجلطات داخليه، وبالتالي حصل لي غلط في العينه، او بعد ما فضيت العينه في قلب التيوبه ما قلبتش كويس. لو ما قلبتش كويس فالماده المانعه للتجلط مش هتختلط بالدم، فبالتالي هيحصل لي تجلطات تعمل لي ثرومبوسايتوبينيا. يبقى دي الاخطاء المشهوره في قصه نقص الصفائح، لازم استبعدها. او ان العيان اصلا كان على محاليل وحصل له ديليوشن. تمام، يعني العينه بقت مخففه فقللت لي الصفائح. فدي كلها اخطاء متكرره. بتاكد من القصه دي ازاي؟ براجع الطريقه اللي انا سحبت بيها واشوف الاورده بتاعه المريض كانت صغيره ولا ما كانتش صغيره، وكان صعبه في السحب ولا لا، وبناء عليه هنا بقرر في غلط في السحب ولا لا، واتاكد من العد مانيوال عن طريق البلاد فيلم كمان. طيب لو اتاكدت بقى ان هي مش ارتفيشال، هنا برجع للاسباب الكلينيكال اللي بتادي لي الى الثرومبوسايتوبينيا. وهنا بخاف لما الصفائح تقل عن 70,000 عشان ما يحصليش بليدنج. وطبعا النزيف التلقائي مش بعد خبطه، يعني بيحصل اقل من 20,000. تمام. يبقى انا ما اتخضش قوي لو الصفائح بقت 100 او 110، هنا لسه في امل ان انا الحقها واظبطها من غير ما يحصل عندي خلل. طيب هنا بقى بقسم مراحل نقص الصفائح لثلاث حاجات او حاجه من ثلاثه. يا اما ان الانتاج بتاعها قليل، يا اما ان هي بتنتج بشكل كافي بس بتتكسر، يا اما ان انا عندي تخفيف للعينه بسبب زي ما قلنا ماسيف ترانسفيوجن، او ان انا عندي هايبر سبلينزم. خلاص كده بتخفف لي العينه، يبقى ده عد غير حقيقي لو انا نقلت دم كتير او نقلت او اديت الشخص ده محلي. بستبعد دي الاول وبعدين افكر في حاجه من الاتنين دول. طيب انا لو عندي الصفائح بتطلع بكميه كافيه وبتتكسر في البريفرال، بتاكد من القصه دي لا امتى؟ لو سحبت بون مارو عينه نخاع وعديت الصفائح في النخاع ولقيت ان الخلايا الميجا كاريوسايت، الخلايا الام بتاعه الصفائح موجوده وبتنتج بليتلت كفايه حواليها، والعدد بتاع الصفائح في قلب البون مارو نورمال، هنا معناه ان هي بتنتج بشكل كافي، ولكن بتتكسر فين؟ بتتكسر بره البون مارو. تمام. طيب وبناء عليه بشوف بقى الاسباب اللي بتؤدي الى تكسير الصفائح. عندي حاجه من ثلاثه، يا اما اميون يعني حاجه بسبب الاجسام المضاده، يا اما مايكرو انجيوباثي يعني الاوعيه الدمويه الرفيعه حصل فيها التهابات ادت الى تجلطات في الصفائح فبالتالي نقصت الصفائح دي، يا اما كونسامبتيف كواجيلوباثي يعني حصل برضه ان الاوعيه الدمويه حصل فيها التهابات، بس مش شرط يكون الاوعيه الدمويه الصغيره، وبالتالي الالتهابات دي ادت الى حدوث جلطات ادت الى نقص الصفائح النهائي. تمام. يعني مثلا حد عنده تصلب شرايين مترسب عليه دهون كتير، بدا يتكون عليه جلطات ادى الى ما يسمى على الاشهر بالدي اي سي. تمام. وبالتالي ادى الى نقص عدد الصفائح الدمويه. والدي اي سي ده اختصار لما يسمى بالديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن. تمام، يعني عباره عن تخثر منتشر داخل الاوعيه الدمويه مش في مكان معين. زي مثلا واحده حامل تيجي تعمل البي تي والبي تي تي قبل الولاده، يجي المعمل يلاقي ان البي تي طالع 10 ونص، والنورمال بتاعه بيبتدي من 12 ونص او من 13، فيلاقي ان البي تي عنده قليل، فيعمل ايه؟ يخاف يطلع الرقم ده، فيقوم مطلع ان البي تي عندي 12 ونص على اول الطبيعي، ويسلم النتيجة على كده، وتبقى الاكتيفيتي 100%، والاي ان ار واحد صحيح. ده يؤدي لايه؟ يؤدي الى ان الست دي كان عندها سرعة في تجلط الدم. مفترض الدكتور لو لقى ان البي تي بتاعها قليل قبل الولادة لازم يمشيها على الكليكسان بعد الولادة عشان ما يحصل لهاش جلطات، ويديها اسبرين وحاجات زي كده. تمام.
اللي بيحصل لما انت تقوم معدل النتيجة ان الدكتور مش بياخد باله ان عندها سرعة في تجلط الدم، فلا هيوصلها ان هي تشرب سوائل كتير عشان الجفاف، لان الجفاف بيزود قصة التجلط، ولا هيديها كريكسان، ولا هيديها اسبرين بتاع الاطفال والاسبوسيد. فتجيلك بعد 15 يوم او 3 اسابيع من الولادة بايه؟ بدي اي سي. هتجيلك الطوارئ تعمل ايه؟ عندها الم فظيع في رجلها، خصوصا منطقه السمانه وعضله السمانه، لانها بتبقى والده قيصري فنايمه في السرير مش بتتحرك وعندها جفاف وما بتاخدش حاجه للسيوله، فيبدا الدم يتخثر في الاوعيه الدمويه الطرفيه في الرجلين على اكثر حاجه. فلذلك اي واحده لسه والده لازم غصب عنها تتمشى، ولازم تلبس شراب بتاع الدوالي عشان ما يحصلش ركود في الدم في الاوعيه الطرفيه في الرجلين، ولازم تشرب سوائل كتير، وتتاكد ان البيتي بتاعها معمول في مكان محترم علشان ما يتعدلش يؤدي الى تخثر الدم وحدوث ما يسمى بالديوسيد. تمام. طيب الاسباب التانية مش شائعة قوي، ولكن يعني في حاجة اسمها كارديو بالمونري ابسس، لو حد عنده خراج في الرئة، ولو حد عنده هيمنجيوما زي ايه وحمة كده او انتفاخ في الاوعية الدموية بتؤدي الى تحويش الدم فيها، ده بيعمل جلطات. تمام. طيب المايكرو انجيوباثي ده معناه ايه؟ بيقول لك يا سيدي ان الاوعية الدموية الصغيرة بتقوم جاية ومحفزة التجلطات بتاع البليتلت، فتتجلط فيها وتعمل ضمور في الأنسجة اللي بت ايه اللي بترويها او بتدعمها الدم ده او الاوعيه الدمويه الصغيره دي، زي مثلا الكلى. تمام. تعمل لك حاجه اسمها اتش يو اس، او تعمل لك تي تي بي، ثرومبو سايتوبينيك بيربرا. تمام. والاتش يو اس معناها الهيموليتيك يوريميك سيندروم. تمام. ودي حاله نادره شويه بتاثر على الكلى والاوعيه الدمويه الدقيقه في الجسم. تمام. بتعمل ايه؟ بتدمر الخلايا الحمراء، فبتعمل هيموليسيس، بتعمل نزيف او يعني تكسير في الدم فتعمل لي انيميا، وكمان بتؤدي الى تجلطات في الصفائح الدمويه فبتقللها، وبالتالي بتعمل لي يوريميك سندروم. يعني عارفين اليوريا جايه من ايه؟ من كلمه اليوريا، يعني معناها بتاثر على الكلى وتعمل ضمور في الكلى. خلاص، دول اشهر حاجتين في المايكرو انجيوباثي. طيب بعد كده عندي الاميون ميكانيزم. عارفين الاي تي بي اللي بيجي للاطفال؟ يقول لك ده الطفل ده بياخد علاج للصفايح عشان عنده اي تي بي، يعني اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. خلاص. وده بيحصل ليه؟ بتيجي الاجسام المضاده انتي بوديز تتجنن، تروح للنخاع العظمي او تروح للصفائح الدمويه في البريفرال، تعمل ايه؟ تقوم ضربه البليتلت تكسرها. فلو ضربتها في البريفرال تلاقي ان البون مارو شغال كويس لكن بره عدد الصفائح قليل، ولو ضربته في البون مارو تيجي تسحب النخاع تلاقي ان الميجا كاريوسايت اللي هي الخلايا الام بتاع الصفائح تلاقيها موجوده بس ما فيش صفائح طالعه منها، وبتلاقي النيوكليوس مش لوبيوليتد مش اكتف، وبتلاقي ان عدد المايكرو او الميجا كاريوسايت كتير جدا عشان عايزه تزيد وتنتج صفائح بس ما بتلحقش تنتج بسبب الايه؟ الاوتو اميون انتي بودي اللي بتحصل دي. تمام. يبقى ده اشهر اسباب بتقلل لي الصفائح الدمويه في الجسم. طيب انا قلت لك بقى امتى تزيد الصفائح الدمويه؟ الصفائح الدمويه بتزيد اكتر من 450 لحد مليون، يعني الرقم اللي بين ده وده غالبا بتكون بطريقه رياكتيف. يعني ايه رياكتيف؟ يعني استجابه لسبب ما، وبيكون سبب مؤقت ويروح لحاله وترجع للنورمال. زي اشهر الاسباب لو في انفكشن، يبقى هنا لو زاد الوايت بيسيز تقوم مزودها معاها الايه؟ الصفائح بسبب الانفكشن، او بسبب ان في نزيف فالجسم ينتج صفائح كتير عشان يوقف النزيف. السبب التالت والغريب لو في ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني لو حد عنده انيميا نقص حديد ولقيت الام سي في والام سي اتش قليلين بتلاقي غالبا معاه الصفائح عاليه شويه، 500 وشويه 600 وشويه وهكذا. بتبقى مشهوره قوي ليه؟ البون مارو بيحاول ينتج ار بي سيز عشان يعوض الانيميا، ما بيعرفش فيقوم مطلع بليتلت وخلاص، وكأن يعني دي هتعوض. تمام. طيب لو زاد بقى العد عن مليون، هنا بنخاف ان تبقى اي تي. يعني ايه اي تي؟ يعني اسينشال ثرومبو سايسيميا، ودي نوع من انواع المالجنس اللي بتيجي في البليتلت. جات لنا امراه حوالي مثلا حاجه و60 سنه بتشتكي من اكيوت ابدومين في الطوارئ، يعني الم فظيع في منطقه البطن، وهنا بنشك دايما ان في زايده او في انسداد في الامعاء. لما الدكاتره فحصوا موضوع الزايده ما لقوش حاجه، فحصوا موضوع الامعاء ما لقوش حاجه، بس عشان يتاكدوا اكتر طلبوا الترا ساوند او سونار.
طبعا ما بينش حاجه ولا في اي التهابات. الالم الفظيع ده سببه ايه؟ لما بعتوا معامل للحاله لقينا ان الصفائح بتاعتي فوق المليون، عدتها تاني لقيتها برضو فوق المليون، قمت فارد فيلم عشان نعدها كده مانيوال، والشباب فردوا وبعتوا لي الافلام طلعت برضو اكبر من مليون. هنا كلمنا الطوارئ، يا شباب الحاله دي بتشتكي من ايه لو سمحتوا؟ من الم فظيع في البطن. طيب خلي بالكم عشان الصفائح بتاعتها عاليه جدا جدا جدا، وده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل جلطات في الاوعيه الدمويه. فلو في الم في البطن اعمل دوبلر او دوبلكس اللي هي الاشعه المباشره على الاوعيه الدمويه بتاع البطن عشان تشوف في اوعيه دمويه مسدوده ولا لا. فعلا عملوا ولقوا ان الشريان الرئيسي اللي بيغذي الامعاء فيه جلطه كبيره جدا، واتحجزت عنايه واتعمل لها قسطره واتشالت الجلطه ديت وعدت بسلام. خلاص، يبقى اوعى تضرب نتيجه. لو لقيت الرقم عالي قوي لازم تتاكد مانيوال، لو طلع عالي فعلا لازم تبلغ بيه زي ما هو، عشان العيان ده بعد كده بياخد كيمو ثيرابي، بياخد علاج كيماوي عشان الصفائح ما تعلاش تاني. تمام. وكمان لو انت عدلت الرقم ده وقللته تحت المليون وخليته 670 وخلاص وكده كده عاليه، الدكاتره يقول لك دي في حاله ستريس، فبالتالي الصفائح زايده نتيجه الايه اللي انا قلت لك عليها الرياكتيفيتي، يعني زايده بسبب اخر مش بسبب ان في مشكله في الصفائح، ومش هيركزوا معاها وما كانوش هيدوروا على الجلطه اللي موجوده في البطن واللي عامله لها الالم الفظيع ده، وكانوا هيحطوها بس تحت الملاحظه وبعض المسكنات وخلاص. فانت هنا انقذت روح مريض حرفيا. تمام. كده خلصنا الصفائح تقريبا، وهندخل على المعركه التاليه وهي الوايت بيسيز، ودي بقى عايزه الايه؟ التركيز كله. فاستعن بالله وجدد نشاطك، ويلا بينا ننتقل الى مرحله الوايت بيسيز كمان.